واش نجم المنتخب المغربي فعلا كيساوي ثلاثه ديال اللعابه بوحدو؟ هذا الشيء ماشي الكلام ديال الجماهير المغربيه وماشي الكلام ديال الصحافه، هذا الشيء قالوا واحد من افضل المدربين في العالم، لويس انريكي. تصريح خطير خرج به قبل من كاس العالم 2026 وخلى بزاف ديال المتابعين كيهضروا على القوه الحقيقيه ديال المنتخب المغربي. لويس انريكي فاجأ الجميع ملي وصف اشرف حكيمي بالاله المغربيه وقال بان الوجود ديالو داخل الملعب كيشبه الوجود ديال ثلاثه اللعابه دقه واحده. تصريح كبير من مدرب عالمي كيعرف حكيمي مزيان وكيشوفه يوميا في التدريب والمباريات. ومع اقتراب المونديال 2026 هذا الكلام رفع من سقف التوقعات عند الجماهير المغربيه، خصوصا ان المنتخب المغربي داخل المنافسه بتشكيله مليئه بالنجوم وبالخبره. فواش فعلا يقدر حكيمي يقود اسود الاطلس للانجاز التاريخي الجديد، ولا الضغط ديال المونديال غادي يكون اكبر من اي وقت فات؟ الايام اللي جايه غادي تعطينا جواب، ولكن المؤكد هو ان العالم كامل بدا كيراقب المنتخب المغربي بواحد الاهتمام كبير. السؤال اللي محير المغاربه كاملين دابا، واش المنتخب المغربي غادي يدير شي حاجه في هذا المونديال ديال 2026 ولا غادي نرجعوا عاوتاني في الطياره ونخليوها باقا مديماريه؟